سويت 3 إعلانات اللي هن لموضوع واحد عشان أسوي ديسك. الأول جون عفيفي قررت، الثاني جون عفيفي قررت تحكي، الثالث جون عفيفي قررت تحكي عن الكرمل. وسويت CD عن الكرمل بحكي عن حريق الكرمل اللي صار في 2010. ليه قررت تعمل عن هذا الموضوع بالذات؟ لأنه حبينا عن هذا الموضوع، تناقشنا وشفنا إنه هذا مناسب للديسك. شو الرسالة بتقدميها من وراء هذا العمل؟ إنه عشان يعرفوا عن الحريق وأسباب الحريق، ويعني بدي أقدمه للكرمل وللكل بحبهم. كيف اكتشفتها لجونا؟ جونا عفيفي كانت معي في إحدى الدورات الدراما من خلال المدرسة، وحسيت إنه في عندها موهبة اللي هي ممكن تتطور من خلال التمثيل. وجونا اشتركت معي بعملين مسرحيين اللي هن عرض اشتياق والغناء. هي قصة مش لجونا عفيفي، هي قصة عملت خصيصا لجونا عفيفي، هي تأليف جودة الكاتب جودة عيد اللي هي ألفها خصوصي لجونا، وحبت جونا اللي هي عمليا تمثلها أو بتقليد أصوات كسرت قصة، وهيك تم العمل يعني، والتعاون مع جودة عيد مع كمان الياس اسبانيول اللي هو كمان لحن ووزع بعض الأغاني اللي موجودة في الCD. شو هي ردود الفعل اللي أخذتها على هذا العمل؟ إنه حسيت إنه سويت إشي حلو عن الكرمل، سويت إشي حلو وحبيت الموضوع لأنه عن حريق الكرمل، وأنا سمعت فيه وأنا صغيرة. وأنت تطمحي فيه بعد هذا العمل؟ أنا بحب أكون ممثلة وعارضة أزياء. أحمد دخان مدير مؤسسة يلا للثقافة والفنون لتعليم المسرح والدراما، كيف بتشوف مدى أهمية دعم مثل هيك كوادر اللي هي في مقتبل العمر بداية مسيرتها؟ الوسط العربي دائما بيمتلك مواهب متنوعة، ولكن الموهبة هاي بحاجة لرعاية، وإحنا في جمعية يلا اللي جزء من أهدافنا والأسس اللي احنا بانيين عليها أهداف الجمعية هي حضن المواهب وتطويرها وتنميتها وإبرازها في المجتمع، إن كان في مجال التمثيل أو في مجال الغناء أو مجال العزف أو الفنون في شتى أشكال. وجونا هي أول، وكمان العزف طبعا. جونا هي يعني إنتاج جمعية يلا هي أنتجت أول عمل لجونا كموهبة، وانطلقنا من هون عشان نوصل هذا الCD أو هاي القصة لكتير ناس أو لكتير شرائح من المجتمع، إنه الكرمل جميل وكان جميل ورح يبقى جميل في اهتمامه من قبل الناس الموجودين. فهون في رسالة تربوية، من مش كمان بس إبراز موهبة، كمان في رسالة من وراء هذا الموضوع، إنه عندنا خضار كتير وعندنا جبال كتير احنا يجب المحافظة عليها. هاي ممكن نطار لهذا الCD على وزارة البيئة؟ احنا في صدى انه العمل هذا يكون في تسويقه وترويجه في الوسط العربي، وخاصة للجيل الصاعد اللي يعرف انه صار في حدث كتير كتير كبير عندنا في البلاد، وهي حرق جبال الكرمل اللي هي من اكبر جبال عندنا في البلاد. ترويجه وتسويقه كمان مش بس في وزارة البيئة، كمان في وزارة المعارف. بس هذا الاشي رح يتم تداوله في الاسبوع القادم مع كمان في الاهل مشاركين بهذا الموضوع وين عملية تسويقه، بس هدفنا يصل لأكبر عدد ممكن من الناس. اليوم ساعات جونا ما بعد الCD ايش تفرح تدعموا مسيرتها للانطلاق اكثر؟ جونا بدي اياك تسأليها كمان، هي جونا ايش هي خططها في المستقبل، شو في عندها تحضيرات بعد الCD؟ رح أسوي فيلم للكرمل اللي هو لجونا والكرمل، وبدي أسوي مسرحية عم نسويها
الأستاذ أحمد، ويعني رح نساوي لاشتراكه أكثر من مستحيل.